الحياة اللي تشوفوها على الشاشة مو هي الحياة الحقيقية. عنوان حلقة اليوم. خلي نبدأ بمشهد بسيط، يعني تشوفون وحدة كل يوم سفر، بيته مرتب، لبسه حلو، يعني جسمه مثالي وعائلته سعيدة. أو تشوفون شخص كلش ناجح ويملك فلوس كثيرة ودائما تشوفوه يضحك. بعدين من تسدون التليفون تشوفون حياتكم وتقولون ليش مو حياتي مثلهم. وهوني لازم تفكرون بأن السوشيال ميديا هي عرضة لقطة من حياة شخص، مو حياته الكاملة. وهذا المشهد اللي شفتوه هذا يكون مرتب 10 مرات قبل ما ينزلوه، أو من تشوفون يعني لقطات أو تحديات يسووها، تشوفوها يعني شوية مبالغ بها حتى يحصلون على مشاهدات ولايكات. وكثير من الأحيان الفيديو اللي تشوفوه يكون يعني أكثريا تمثيل، حتى اللقطات العفوية تكون مخطط لها. وكثير أشخاص يسوون شو أو شغلات كثير مبالغ بها، لأن يعرفون أن الشغلات الغريبة والمبالغ بها هي اللي تجذب المشاهد، ومن هكذا راح يحصلون على مشاهدات. بس هم ما تنسون الفيديو اللي يسووه، يعني انتم ما تشوفون وراء الكواليس ايش قد يتعبون. وهوني لازم أقلكم لا تقارنون حياتكم بلقطة شفتوها من حياة شخص، ولا تخلي فيديو مدته 30 ثانية تحكم على حياتك كلها بالكامل. عيش حياتك الحقيقية، اطلع، اضحك، اقعد مع أهلك، سافر، شرب قهوتك حتى إذا مو مرتبة للتصوير، وافرح حتى بالأشياء الصغيرة. ولازم تتذكر إن الأشخاص بالسوشيال ميديا يعرضون الشغلات اللي يريدون يشوفوها للناس، مو حياتهم الحقيقية اللي يعيشوها. ولا تقارن كواليس حياتك بواجهة حياة شخص آخر. ومو كل لحظة حلوة لازم نصورها، بس لازم نعيشها بصدق. ولأن حديثنا من القلب إلى القلب مع مارسيليا، انتظروني بالحلقات الجاية. باي.